ناس كتير جدا كلمتني في الفترة الأخيرة وبعتت لي في التعليقات نبدأ بإيه؟ نبدأ بفيتامين ولا نبدأ بكالسيوم ولا نبدأ نجهز طيورنا إزاي لموسم الإنتاج الجديد؟ معظم الاستفسارات كلها بتخص النقطة دي. كله عايز يبدأ يجهز طيوره للموسم الجديد ومعتمد في تجهيز طيوره على الكالسيوم والفيتامين والأحماض الأمينية والأملاح المعدنية بحيث إن هو يقدر يجهز طيوره في أسرع وقت. طبعا الاعتماد على الفيتامين والكالسيوم والأحماض الأمينية والأملاح المعدنية ده مش هيوصلك للنتيجة اللي أنت محتاجها. نصيحتي لحضراتكم النهارده اعتمد على التغذية. التغذية هي أساس طير سليم، مناعته كويسة، صحته كويسة، إنتاجه كويس. التغذية هي اللي هتوصلك لكل حاجة أنت محتاجها مع الطير. التغذية هي الأساس، مش الاعتماد على جرعات الفيتامين والكالسيوم والأملاح. لأن التغذية المتنوعة اللي أنا أقصدها هي اللي هتمد الطيور بكل حاجة هم محتاجينها. دايما الفيتامين والكالسيوم ده بيبقى حاجة مكملة، هو اسمها مكملات غذائية، لكن احنا الأساس نعتمد على التغذية نفسها. شرحت في فيديوهات كتير جدا ان يا جماعة التغذية اهم شيء، وبعيد الكلام ده النهاردة، وهنتكلم مع بعض عن اهم التغذية اللي انا بشتغل بيها داخل المزرعة هنا وشرحتها معاكم على القناة، وهنقول بصورة سريعة كده كل الحاجات اللي المفروض ان احنا نبدأ نشتغل بيها خلال شهرين 7 و8 علشان تقدر تفيد طيورك اعلى استفادة ممكنة وتبقى فعلا طيورك جاهزة للموسم حتى لو ما اديتش جرعات الفيتامين والكالسيوم والاملاح. اول حاجة لازم تشتغل بتغذية متنوعة، والتغذية المتنوعة اللي انا اقصدها ان كل العناصر الغذائية اللي الطير محتاجها تبقى موجودة في نظام التغذية بتاعك. للأسف معظم الهواة، مش عايز اقول كل الهواة، بقت بتكسل وبتستسهل وبتروح للناحية السهلة او للطريق السهل ان هو يشتغل بفيتامينات وكالسيوم واحماض امينية واملاح بيطري، ويبدأ ان هو خلاص يدي الجرعات ويريح دماغه معتمد على خلطة الحبوب فقط. خلطة الحبوب يا جماعة انا عايز اقول لكم ان انا ممكن اجيب 2 كيلو في الشهر خلطة حبوب، 3 كيلو في الشهر، لان انا مش بعتمد على خلطة الحبوب. خلطة الحبوب اللي الناس كلها بتعتبرها هي اساس التغذية للعصافير، انا بالنسبة لي خلطة الحبوب ديت حاجة مكملة، دي حاجة مكملة للتغذية. اما العصافير يا جماعة بتاكل كل حاجة تتخيلوها. طبعا في حاجات ممنوع ان الطيور تاكلها، بس احنا بنتكلم على الحاجات المنتشرة اللي المفروض ان احنا نقدمها لطيورنا. اول حاجة طبعا لازم نشتغل بيها مع طيورنا وهي الخضروات. الخضروات مهمة جدا عشان الصيف وعشان الاجهاد الحراري وعشان القلش، لانها هتمد الطير بالاملاح وبالفيتامينات وكمان بنسب من الكالسيوم والبروتين اللي هو محتاجها علشان الطير يقلش على خير وما يفقدش اي عنصر من العناصر الغذائية اللي موجودة في جسمه. اهم الخضروات اللي بتشتغل بيها عندنا خضروات نوعين، عندنا خضروات ورقية وعندنا خضروات مبشورة، عشان هنا الاثنين اسمهم خضروات فالموضوع بس ما يبقاش فيه لبس معاكم. الخضروات المبشورة انا بشتغل بالجزر، والجزر احنا شرحناه في فيديوهات كتير، سواء في التقلبات الجوية او سواء في رفع مناعة الطير او سواء في القلش او سواء في الخصوبة، فمهم في كل حاجة. تاني حاجة معانا وهي البنجر، والبنجر مضاد اكسده قوي مهم جدا للطيور. انا مش عايز اعيد الكلام موجود في الفيديوهات، بس احنا هنتكلم بصوره سريعه. ثالث حاجه معانا وهي البروكلي، والبروكلي مهم جدا في الخصوبه وهيرفع معاك خصوبه الطيور. رابع حاجه معانا وهي الكوسه، والكوسه هتفيد معاك الجهاز الهضمي عند العصفور، وهتساعد العصفور على طرد الديدان، وكمان هتظبط لك الاخراج وهتظبط لك كل حاجه في جسم الطير من الداخل. فدول الاربع حاجات الاساسيه اللي انا بشتغل بيها: الجزر، الكوسه، البنجر، البروكلي. دول بالنسبه للمبشور، دول بنسميهم مبشور لان احنا بنبشرهم ونبدا ان احنا نقدمهم للطيور. وطبعا كل ده بيبقى محفوظ في الثلاجه او في الفريزر، يعني الجزر والكوسه في الثلاجه والبنجر والبروكلي انا بحفظهم في الفريزر. طيب بالنسبه للخضروات عندك من اول البرسيم، برسيم طبعا كنز للعصافير. عندك بعد كده عندك الجرجير والبقدونس، طبعا الجرجير محفز قوي جدا للطيور، وكمان الجرجير في نسبة فيتامين سي ورافع مناعة ومضاد اكسده. بعد كده عندك البقدونس، وطبعا البقدونس مطهر معوي، واحنا شرحنا الكلام دوت، قلنا ان هو ينفع كاكل او ينفع كمشروب. عندك البقدونس، عندك الكزبره، كل ده حاجات ممكن تقدمها للطيور. عندك النعناع مفيد جدا جدا جدا، سواء النعناع قدمته مشروب او سواء اديته للطيور كده كخضروات ياكلوه، مفيد جدا في كل الوجبات اللي انت هتقدمها، سواء في التقلبات الجويه او في درجات الحراره المرتفعه او في رفع مناعه الطيور او مضاد التنفسي بيهدي الطيور بيحسن التغريد. فالنعناع مفيد جدا للطيور.
وانتوا شفتوني بقدمه برده في فيديو اللي انا شرحت فيه الاجهاد الحراري. بعد كده عندك بقى المسلوق والمستنبت. انا ليه بعتمد على المسلوق والمستنبت في التغذيه كوجبات اساسيه؟ لان المسلوق والمستنبت من خلالهم بقدر اقدم نسبه الكربوهيدرات والبروتين اللي انا محتاجها كبديل لخلطه الحبوب، وكبديل اقصد بيها ان فعلا هيدوا الطائر كل اللي هو محتاجه من الكربوهيدرات والبروتين والاملاح والاحماض من خلال وجبه المستنبت ووجبه المسلوق. طب انا بعمل المستنبت والمسلوق ازاي وايه مكوناته؟ عشان ده بقى اللي يفرق، المكونات اللي انت بتستخدمها. اول حاجه ممنوع تماما ان انت تشتري خلطه الحمام وتبدا ان انت تعملها كمنقوع او كمستنبت او كمسلوق، ممنوع تماما الكلام ده، لان خلطه الحمام ساعات بيحطوا عليها اللي هو الاكل بتاع الفراخ العلف، وساعات بيحطوا عليها حبوب بايظه، وساعات بتبقى فيها سموم فطريه، وساعات بتبقى مسوسه، ففيها مشاكل كتير، ومش كل اللي موجود في خلطه الحبوب احنا محتاجينه. طيب انا بشتغل منقوع عباره عن ايه؟ المنقوع بتاعي انا لو خدتوا بالكم انا مقسمه لكيسين، انا مقسم المنقوع لكيسين. طب ليه انا مقسمه لكيسين؟ عشان في طيور محتاجه الكيس ده وفي طيور محتاجه الكيس ده، الاثنين ينفعوا منقوع ومستنبت. الكيسين ينفعوا منقوع ومستنبت. الكيس ده عباره عن شعير وعدس بجبه، كده انتوا فهمتم ان انا مقدم هنا كربوهيدرات ومقدم بروتين عن طريق الشعير وعن طريق العدس بجبه، وطبعا الشعير مطهر معوي وغسول كلوي وجميل جدا للعصافير. ده ينفع منقوع، وطبعا احنا في الصيف ما بننقعش فتره كبيره، بننقع من بالليل للصبح بس كفايه جدا، من بالليل للصبح، وتبدا ان انت تقدم. عايز تستنبت 12 ساعه كمان، يعني ما تطولش فتره النقع والاستنبات. طب الكيس ده قمح، والقمح بديل للشعير برده كربوهيدرات، وفي كمان املاح معدنيه كويسه، في نسبه بروتين بسيطه. طيب وايه كمان معاه بقى؟ معاه حلبه، والحلبه هنا مهمه معايا سواء للتحفيز او سواء للقلش. الحلبه انا يعتبر بستخدمها في كل الوجبات، لو انا ما استخدمتهاش كمنقوع او كمستنبت بستخدمها كخلطه في خلطه البودر، بستخدمها مطحون في خلطه البودر. كل الاضافات دي لسه هنشرحها دلوقتي مع بعض. يبقى انا هنا مقسم المنقوع والمستنبت. في منقوع مستنبت ممكن اعمله بحلبه وممكن اعمله من غير حلبه على حسب انا محتاج اقدم لايه. لو مقدم مثلا لزوج لسه معاه فروخ مش هحط حلبه، لان الحلبه هنا هتحفز الزوج، ممكن يبدا يضرب الفروخ، ممكن الكلام ده. لكن انا لو هقدم المنقوع دوت لطيور مريحه مثلا، مقدمه لطيور بتقلش الكلام ده، هيبقوا محتاجين الحلبه كمستنبت. وكمستنبت بتبقى تاثيرها في موضوع ان هي ترفع درجه حراره الطير بسيطه جدا، غير ما نقدمها كمشروب او كمغلي. انا بستخدمها معايا في المستنبت وفي المنقوع جميله جدا. انا بقول لكم من واقع التجربه العمليه يا جماعه، ومن واقع الحاجات اللي انا بشتغل بيها مع طيوري. دي الحاجات اللي انا بشتغل بيها مع طيوري والله، ونفس اللي انا بقوله لكم هو اللي انا بعمله مع طيوري، وبجربه الاول مع طيوري وببدا ان انا اشرحه لحضراتكم. طيب المسلوق انا بشتغل بثلاث حاجات مهمين جدا: حمص وفول وعدس. طبعا الفول والعدس نسبه بروتين عاليه ومهمه جدا للطيور في فتره القلش وفي تجهيز الطيور. الحمص بيشتغل معايا احماض واملاح وفيتامينات. الحمص انا بشتغل بالحمص الكامل، ببدا ان انا اسلقه واهرسه، وابدا ان انا اضيف الاضافات على الوجبه زي ما انتم متعودين على القناه، وابدا ان انا اقدمها للعصافير. فالحمص يا جماعه تغذيه رهيبه للعصافير. الحمص كفيل لوحده ان هو يجهز طيورك، كميه فيتامينات محترمه، كميه املاح واحماض محترمه، فهو ما شاء الله بيدي للطيور كل اللي هم محتاجينه. والطيور بتختلف تماما لما بتعتمد على الحمص في التغذيه، خصوصا اثناء فتره القلش واثناء التجهيز للموسم. بتختلف في الريش وبتختلف في الانتاج وبتختلف في المناعه وفي الصحه العامه للطير. فده خلطه المسلوق اللي انا بشتغل بيها. انا بقيت بسلق الحمص كامل علشان خاطر ما يتهراش مني وانا بسلقه. لو هو ايه اللي هو حمص الطبيخ اللي بيبقى متقطع زي الفول المدشوش كده، متقطع جزئين، بيتهرى مني اثناء السليق. فانا بستخدم الحمص الكامل ده، الحبايه الكامله، ببدا ان انا استخدمه عشان خاطر اسلقه واهرسه هرسه بسيطه مع الفول المدشوش. تمام، سلقه واحده بس كده، سلقه لمده 10 دقائق على النار. بعد ما الميه تغلي اسيبه 10 دقائق على النار، وابدا ان انا اقدمه للطيور مع العدس الجبه كمان، مش العدس الاصفر، علشان الوجبه ما تتهراش مني وتبقى الوجبه مفرفره كده وجميله بعد ما بنحط عليها الاضافات. والطيور بتجري عليها بطريقه رهيبه، لان الطيور فاهمه ان دي تغذيه عاليه، وان الحمص والفول والعدس دي وجبه مسلوق رهيبه. انا بقى مش بسلق قمح او بسلق الكلام ده او بسلق ذره، لا، انا بعتمد في المسلوق على حاجات فيها نسبه الكربوهيدرات قليله ونسبه البروتين عاليه، عشان اوصل اعلى نسبه بروتين للطير. لان البروتين مهم جدا، البروتين مهم جدا للطير سواء في القلش
او سواء في موسم الانتاج، ولازم ان احنا ندي للطير البروتين اللي هو محتاجه عشان يدينا انتاج باذن الله في بدايه موسم الانتاج. طيب كده اتكلمنا عن المستنبت والمنقوع والمسلوق، واتكلمنا عن الخضروات. هنبدا نتكلم عن اضافات التغذيه. اضافات التغذيه اللي انا شرحتها في فيديو 2 و3 على القناه، ابداوا ارجعوا للفيديوهات اللي على القناه، هتفيدكم جدا باذن الله، لان فيها الشرح بالتفصيل، وفيها كل حاجه من المكونات ديت بتتكون من ايه، وفيها فيتامينات ايه، وفيها املاح ايه، وفيها معادن ايه. اللي انا بشتغل بيه خلطه البودر. خلطه البودر انا شرحتها في فيديو مخصوص وعملتها مع حضراتكم، مكوناتها فيها ترمس، فيها حمص، فيها حلبه، ديت خلطه البودر. وفيها طبعا خميره، بنحط كيس او كيسين خميره على الكميه على حسب انت عامل كيلو ونص كيلو، علشان الخميره طبعا مهمه جدا للطيور، كبكتيريا نافعه وكرافع مناعه ومهمه جدا للمناعه. طبعا حبوب الطاقه مهمه جدا معايا، بس حبوب الطاقه اللي انا بشتغل بيها في الصيف ما بحطش عليها بذر جرجير ولا بذر برسيم، بشتغل بالحاجات الاساسيه المهمه معايا في الريش، المهمه معايا في المناعه، زي بذر الكتان مهم جدا للريش لان فيه نسبه زيوت كويسه. بشتغل باليانسون لان اليانسون مهدئ، وكمان اليانسون مهم جدا كمضاد تنفسي قوي، وهيريح معاك اي مخاط اي الكلام دوت عند الطيور، وهيخلي الجهاز التنفسي بتاعهم نظيف. كمان بشتغل بحب الرشاد لان حب الرشاد مضاد للالتهابات ومفيد جدا للعصافير في حاجات كتير، واحنا كنا اتكلمنا عن حب الرشاد باستفاضه في الفيديو بتاع حبوب الطاقه. كمان طبعا الخروب بدات اشتغل بيه كوجبات، دي قرون الخروب اللي انا شرحتها في الفيديو. الخروب مهم جدا، لو لقيته مطحون هاته مطحون برده، وابدا اضيفه زي خلطه البودر، معلقه منه على الوجبات الطريه. كل ديت حاجات مهمه جدا ان انت تستخدمها. في كمان بقى الحاجات اللي هنبدا نشتغل بيها مع بدايه موسم الانتاج، زي طلع النخل وحبوب اللقاح وجنين القمح. الثلاثه دول مهمين جدا للتخصيب مع بدايه الموسم. طلع النخل، جنين القمح، حبوب اللقاح، الثلاثه دول مع بدايه الموسم ببدا ان انا اضيفهم على الوجبات. والله يا جماعه كل اللي انا بقوله دوت مش هيخليك تحتاج اصلا لا جروفيت ولا فيرتيفيت ولا فيتامينات ولا املاح ولا احماض ولا اي حاجه. هتشتغل بالتغذيه الطبيعيه هتلاقي الدنيا جميله. كل الوجبات دي طبعا لازم نقدمها في طواجن فخاره يا جماعه، عشان الوجبه ما تعفنش مننا، والوجبه تفضل اكبر فتره ممكنه عند الطيور، وتبقى الطواجن نظيفه بالطريقه ديت زي ما حضراتكم شايفين كده. كمان من الحاجات المهمه جدا وجبه البيض بالبقسماط. البيض بالبقسماط او البيض بالاضافات اللي احنا شرحناها ديت، البيض بالاضافات انا بعمله مره واحده في الاسبوع خلال موسم الراحه، مره واحده بس في الاسبوع، وانا كده كده بقدم بروتين عن طريق خلطه المسلوق، بس برضه ما بحرمهمش من البيض المسلوق بالاضافات لانه مهم جدا، علشان في نسبه بروتين، في احماض امينيه كويسه، في سيلينيوم، ففي تغذيه متنوعه للطير. فانا بقدم البيض بالاضافات مره واحده بس في الاسبوع. يعني المزرعه عندي هتاخد ايه؟ هتاخد بيضتين، حاجه بسيطه بالاضافات بتاعتهم، وبتبقى وجبه مهمه جدا للطيور. وبنقدم الوجبات نسيبها فتره صغيره عند الطيور، معلقه واحده في الطاجن، ونسيب الوجبه عند الطيور قيمه ساعه او ساعتين. طيب بالنسبه نسيت اقول لكم خلطه الحبوب. خلطه الحبوب انا بشتغل بالمكاييل دي. المكاييل دي بتيجي مع الفيتا ماونت اللي هي مكاييل الدواء. بدي لكل زوج تمام من الخلطه بتاعه الصيف مكيالين من ده اكلهم يوميا. بس بعد ما بقدم الطري، بعد ما اقدم وجبات الطري، ببدا ان انا اقدم خلطه الحبوب اخر النهار. طيب ايه كمان اللي انا بشتغل بيه خلال الشهرين بتوع 7 و8؟ بشتغل بالفيتا سيد وبالهيدروسيد. بشتغل بالفيتا سيد والهيدروسيد كل حاجه فيهم مره في الاسبوع. الفيتا سيد انا جايبه فيتا سيد كالسيوم، يعني فيه فيتامين ج وفيه كمان او فيتامين سي وفيه كمان كالسيوم. وبالهيدروسيف بشتغل بالهيدروسيف كيس في الاسبوع او كيس على اللتر مره واحده في الاسبوع. يبقى ده قرص على اللتر مره واحده في الاسبوع اللي هو الفيتا سيد كالسيوم. والهيدروسيف كيس على اللتر مره واحده في الاسبوع. كده يبقى انا كمان حميت طيوري من الاجهاد الحراري، وحميت طيوري من ارتفاع درجات الحراره. طيب من الاضافات المهمه جدا اللي انا بشتغل بيها المورينجا. المورينجا مهمه جدا ان انا بضيف منها معلقه صغيره، دي مورينجا باودر، بضيف منها معلقه صغيره على الوجبات. كل الوجبات بقى سواء طري سواء منقوع سواء مستنبت سواء مسلوق سواء خضروات اللي هي المبشور، كل ده ببدا ان انا اضيفه عليه مورينجا، عشان المورينجا طبعا بتديني قيم غذائيه عاليه جدا للطيور، وبتبقى الطيور ما شاء الله ممتازه جدا في صحتها وفي مناعتها وفي الهضم وفي الكلام ده. انت اصلا لما بتنوع للطيور وتقدم خضروات وتقدم الياف، لا هتلاقي مشكله في الاخراج عند الطيور، ولا هتلاقي طير بيرجع ليه؟ لان الطيور خلاص هي عندها تنوع في التغذيه، وكل حاجه هي محتاجاها توصل لجسمها في نسبه الياف كويسه، في نسبه ميه كويسه، في املاح، في احماض، في معادن، في فيتامينات، فبالتالي الاخراج هيطلع مظبوط، مفيش امساك مفيش اسهال.
كذلك الطير مش محتاج يرجع لان الحموضه مظبوطه، الحموضه مظبوطه في الحويصله بتاعه الطير. كمان الحاجات اللي ما ننساهاش برضو خلطه التعفير. خلطه التعفير بنضيف منها معلقه صغيره على كل الوجبات الطريه. خلطه التعفير طبعا اللي هي مكونه من مجموعه من البهارات اللي احنا بنستخدمها كروافع مناعه للطيور، واحنا شرحناها برضو في فيديو لوحدها، وقلنا ان خلطه التعفير مهمه جدا هي وخلطه مضاد السموم. خلطه التعفير بتبقى زايده عن مضاد السموم ان هي عليها بقسماط وبتضيفها على الوجبات الطريه. خلطه مضاد السموم اللي هي مكونه من زنجبيل وكركم وقرفه وملح، دي بنضيفها على خلطه الحبوب، بضيف منها معلقه على كل كيلو من خلطه الحبوب. خلطه مضاد السموم ديت اللي هتخلي عندك يبقى في سموم فطريه في خلطه الحبوب. ما ممكن خلطه الحبوب اصلا تبقى هي ضاره على طيورك وتسبب مشكله لطيورك نتيجه ان خلطه الحبوب بتكون سموم فطريه عشان انت مش حاطط مضاد سموم. انا بشتغل بالخلطه دي كمضاد سموم طبيعي، بدل ما اجيب فايلكس او اشتغل بمضاد سموم صناعي او كيميائي، بشتغل بمضاد سموم طبيعي والدنيا زي الفل معايا. خلطه الحبوب ممتازه جدا ما شاء الله. بصوا يا جماعه، دي مضاد السموم اللي انتوا شفتوه على ايدي ده، تمام؟ البودر الخفيف خالص ده هو ده مضاد السموم اللي انا بشتغل بيه الطبيعي. وكمان ما ننساش خلطه المنقوع، خلطه المستنبت، خلطه المسلوق، اي خلطات بقوليات، اي حاجات زي العدس زي الفول زي الحمص زي القمح زي الشعير، الكلام ده كله انا بحفظه في الثلاجه علشان احنا في الصيف فما يسوسش مننا. احفظه في درج الثلاجه من تحت علشان ما يسوسش منك، زي ما المدام كده او والدتك بتحفظ البقوليات في درج الثلاجه من تحت. ايه كمان مهم جدا ان احنا نستخدمه؟ انا بستخدم كمان خل التفاح وزيت الزيتون. زيت الزيتون بشتغل بيه معلقه صغيره على الوجبه. زيت الزيتون مهم جدا، هيظبط معاك الهضم وهيظبط معاك الجهاز الهضمي عند الطيور، وكمان مهم جدا للاخراج، وكمان هيخلي معاك الريش ممتاز جدا، وهيخلي نسبه الزيوت اللي موجوده على الجلد كويسه، واستنبات الريش او الريش اللي بينبت جديد في فتره القلش، الريش يبقى طالع قوي، مفيش عندك جفاف في الجلد بتاع العصافير، مفيش كل الكلام ده، مفيش فطريات، مفيش بقى ان الجلد يبقى جاف ويبدا ان يتعمل فطريات او قشف على الجلد، لا كل الكلام ده مش موجود مع استخدام معلقه من زيت الزيتون على الوجبات الطريه. كل الوجبات الطريه بقى تشمل كل اللي انا شرحته لحضراتكم. برده خل التفاح، خل التفاح العضوي دوت انا بشتغل بيه على المسقه، ببدا ان انا اضيف 5 سم على اللتر، بضيف 5 سم على اللتر خل تفاح عضوي، ما شاء الله بيخلي معايا الدنيا ممتازه جدا، بيخلي معايا الهضم ممتاز، بيخلي معايا الاجهاد الحراري، الطير يقدر يواجه الاجهاد الحراري، بيخلي الدنيا مظبوطه عند العصافير، وبيخلي الدنيا تمام سواء في الهضم سواء في الاخراج سواء في مناعه الطير، رافع مناعه قوي مضاد للاجهاد الحراري، بيخلي مفيش احتباس حراري في جسم الطير، وان الطير تلاقيه واقف بينهج والكلام ده، لا الدنيا بتبقى ممتازه جدا مع استخدام خل التفاح. خل التفاح مجرد ما بيخلص يا جماعه ببدا ان انا اجيب عبوه ثانيه ما بستغناش عنه داخل المزرعه. كل دي حاجات انا بستخدمها مع العصافير، فاللي بيستخدم كل ده مع العصافير بقى لا محتاج فيتامينات وكالسيوم واحماض، لا بشري ولا بيطري ولا املاح ولا الكلام ده كله، احنا بنستخدم بس الاملاح كمضاد للاجهاد الحراري. كل دي تغذيه انا بشتغل بيها مع الطيور، فان شاء الله لو اشتغلت بالتغذيه دي مع طيورك وتعبت شويه مع طيورك صدقني انت مش هتحتاج ولا طيورك هتحتاج ان انت تشتغل بجرعات بيطري زي المزارع الكبيره والكلام ده. المزارع الكبيره عندهم اعداد كبيره فهم بيشتغلوا بالحاجات اللي هي الجرعات او جدول الفيتامينات والكالسيوم والاملاح بتاعهم، لكن احنا نشتغل بتغذيه ممتازه مع الطيور، وان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الطيور معاك ممتازه جدا. الخضروات لما بنيجي نقدم الخضروات سواء النعناع سواء الجرجير سواء البرسيم الكزبره البقدونس الكلام ده كله، بنقدم عودين 3 لكل زوج، بنقدم عودين 3 لكل زوج. وجبه الارز المسلوق، وجبه الذره المسلوقه، الوجبات اللي فيها نسبه كربوهيدرات عاليه، القمح المسلوق ده ما تكترش منه في الصيف عشان ما يسببش تلييس للعصافير، عشان ما يسببش تلييس عند العصافير. اشتغل بالحاجات اللي تفيد العصفور مش ككربوهيدرات وخلاص ووجبه تشبعهم وفي الاخر الطير ما خدش القيمه الغذائيه اللي هو محتاجها. تريح الطيور مهم جدا جدا في فتره الصيف عشان يبقى موسم الانتاج بتاعك قوي. انت لو عندك معده او عندك آلة لازم ان انت تبدا تريحها علشان تفضل شغاله معاك والعمر الافتراضي بتاعها هيبقى اطول. طب احنا من خلال التغذيه حافظنا على الاجهزه او الاعضاء الداخليه داخل جسم الطير، ومن خلال ان احنا ريحنا الطير بدا يستعيد نشاطه وبدا ان هو يجهز نفسه تاني ويعوض نفسه عن كل العناصر الغذائيه اللي هو فقدها، فبالتالي بيخش معاك الموسم قوي جدا باذن الله.
المطار مهم ان انت تبدا تريح طيورك عشان الطيران مهم للعصفور. الطيران من ضمن الحاجات الاساسيه اللي بتجدد وتنشط المناعه والحيويه عند العصافير، وبتخلي المقاييس الحيويه من النشاط والاكل والشرب كل دوت بيبدا يزيد عشان العصفور بيبدا يبذل مجهود. زي كده ما يبقى في شخص رياضي تلاقي صحته كويسه، نفسه كويس، بياكل كويس، بيشرب كويس، هتلاقي كل حاجه مظبوطه عشان هو بيمارس رياضه. فالرياضه بالنسبه للعصافير اللي هي ان العصفور يطير ويتحرك داخل مساحه واسعه، ما يفضلش محبوس في العين بتاعته. رفع العشوش مهم جدا يا جماعه، رفع العشوش مهم علشان خاطر العصافير تنسى شويه الانتاج وتبدا ان هي تركز اكتر مع التغذيه. فصل العصافير الاناث في مطار والذكور في مطار من الحاجات المهمه جدا عشان تفضل العصافير ديت عندها حافز على الانتاج. لما العصافير الذكور والاناث مش هيشوفوا بعض لمده شهرين هيبقى عندهم حافز قوي جدا على الانتاج باذن الله. طبعا ما ننساش المشروبات اللي انا شرحتها في الفيديو، مشروبات من اول طبعا الليمون لو هنحط 3-4 نقط ليمون على المسقه ممتاز جدا. عندك خل التفاح وانا شرحته لحضراتكم، هنضيفه برده على الميه. الكزبره سواء الكزبره الناشفه او الكزبره تقدمها كخضروات. عندك البقدونس برده تقدمه كمشروب او تقدمه كوجبه خضروات. عندك كمان القرنفل ممتاز جدا وبيخلي الجهاز الهضمي روعه، وبينظف الجهاز الهضمي من اي يرقات او ديدان او بويضات للديدان، وبتلاقي ان عندك العصفور دايما فايق. طول ما العصفور عندك ما عندوش اي اصابات بالديدان او اي بكتيريا ضاره او اي فطريات داخل الحويصله، وتلاقي عندك كده العصفور على طول انت بتقدم له حاجات تحافظ بيها على مناعته. بتقدم له خل تفاح، بتقدم له زيت زيتون، بتقدم له خلطه تعفير، خلطه بودر، بتقدم له حبوب طاقه، خلطه التحديق مهمه جدا. عشان انا مش عايز انسى حاجه، عايز اقول لكم كل حاجه اقدر اقولها علشان فعلا الفيديو يبقى شامل كل حاجه تقدروا تستفيدوا بيها باذن الله. ليه خلطه التحديق مهمه؟ اولا فيها نسبه كالسيوم كويسه جدا. خلطه التحديق اللي انا بعملها فيها نسبه املاح كويسه جدا لان انا بحط عليها ثنائي فوسفات الصوديوم. كمان خلطه التحديق بتشتغل معاك كتخشين داخل الحويصله وداخل القنصه بتاعه العصفور اللي مسؤوله عن هضم الطعام. هضم الطعام عند العصافير من خلال ان القنصه دي بتعصر الحبوب دي بتبقى مهضومه نسبيا داخل الحويصله، وبعد كده في القنصه بتعصر الحبوب دي بتهضمها. فالهضم دوت كل ما كانت القنصه دي خشنه وفيها حاجات جرش زي الصدف، زي الرمل الخشن، زي الطوب الاحمر، الحاجات اللي احنا بنحطها في خلطه التحديق الطبيعيه اللي انا بعملها بتخلي القنصه عندها قدره اكتر ان هي تطحن الحبوب وتستفيد باعلى قيمه غذائيه موجوده تقدر تمتصها من التغذيه اللي انت بتقدمها. فانت مقدم تغذيه صح، وكمان بتساعد العصفور على الهضم. العصفور هيرجع معاك ولا العصفور هيبقى عنده مشكله في الاخراج. يا رب اكون قدرت افيدكم في فيديو النهارده. الجو صعب وانا والله العظيم التصوير مجهود جدا في الجو الصعب ده. اي استفسار ابعتوا لي حالا في التعليقات. اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هاوي عصافير الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.